الزمالك الفترة اللي فاتت في رحلة البحث عن مدير فني جديد. تولى الكابتن معتمد جمال المسؤولية الفنية لنادي الزمالك، ولكن إدارة الكورة في نادي الزمالك كانت رغبتها تواجد مدير فني أجنبي الفترة اللي جاية، إن الكابتن معتمد جمال موجود بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. طبعا رحلة البحث عن مدير فني أجنبي وما أدراك ما صعوبة تلك الرحلة، خصوصا إن الزمالك مرتبط ببادجت معين مش كبير، بتتكلم في حوالي 35 ألف دولار شهريا. الحقيقة من الحاجات اللي وصلتني ومفاوضات الزمالك مع بعض المدربين، كان من ضمن المدربين اللي الزمالك فوضهم الفرنسي فيلت. فرنسي فيلت الزمالك فوضه، او مش فوضه، يعني بعض الوسطاء كلموه. المفاجأة ان المدرب ده وافق يدرب نادي الزمالك براتب شهري 20,000 دولار، وكمان ياخده بالجنيه المصري. يعني مش هياخد مرتبه كمان بالدولار، ياخده بالجنيه المصري. مدرب الفرنسي ده كويس جدا على فكرة، كتير من اللي متابعين في الوسط الرياضي عارفينه، والسيرة الذاتية بتاعته كمان كويسة جدا. لكن يبدو ان الامور لم تكتمل بينه وما بين نادي الزمالك، والزمالك ما خدش خطوة بشكل جدي معاه، بالظبط زي ما حصل مع جيرو ميكالي، ان الموضوع بتاعه وقف.